أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي أقل مدة الاعتكاف؟ هناك خلاف بين العلماء في مسألة هل الاعتكاف له حد أو ليس له حد، وما هو أقل الاعتكاف. والصواب أن الاعتكاف ليس له حد معين من جهة أنه لا بد أن يكون يوما أو ليلة. الصواب أنه لا حد له، وهذا القول دليله النصوص العامة التي وردت في الاعتكاف، وكذلك أيضا ما جاء في حديث عمر عندما قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له: أوفي بنذرك، فاعتكف ليلة رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين. قالوا: إذن عمر لم يعتكف يوما وليلة، ليلة واحدة، لأنهم الذين يرون أن الاعتكاف له حد يقولون لا بد أن يكون بيوم أو أكثر من اليوم. ها هو عمر اعتكف ليلة واحدة، وأكدوا ذلك بما ورد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، وهو صحابي أسلم بعد الفتح، فإنه جاء عنه بسند صحيح أنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. فها هو رضي الله عنه يبقى ساعة في المسجد وينوي بهذه الساعة الاعتكاف، وهذا هو مذهب الجمهور. أكثر العلماء على هذا أنه ليس لأقل الاعتكاف زمان معين.